لحظة يا جماعة، ده مش فود تراك عادي، ده مطعم كشري متحرك. طيب يا جماعة الخير، احنا حاليا موجودين في مدينة حمد في كرزكان، تحديدا شارع 26 الرئيسي. بنعمل ايه بقى؟ اكبر واضخم مطعم متحرك في البحرين. انت تحس وكأنه فود تراك، بس هو مش فود تراك، ده مطعم متحرك. جوه يا جماعة الخير صرح رهيب. طيب المكان سهل جدا، مكان سهل جدا. انت فين؟ شارع 26 يا جماعه في كرزكان. وانت رايح وانت جاي هتحصل كوجي كشري. ومش عايز اقول لكم على العروض اللي احنا عاملينها، عروض يا رباه يا رباه. وطبعا الاستاذ اسامه بيأمن على الاكل هناك. بيأمن على الكشري، ده كشري مصري يعني، في القلب في القلب. طيب ايوه، هوب هوب هوب. ده يا جماعه الخير العروض، في عرضين. هتاخد اي كشري، هتاخد اي حجم كشري، هتاخد التاني عليه مجانا. شفت حلاوه احلى من كده؟ لا استنى بس اتكلم على العروض بعدين باكل. اتكلم وانا باكل يعني. ما استنى يا عم، استنى بس. هتطلبوا كشري ميديم، هتاخدوا عليه اي نوع محاشي، باذنجان، فلفل، كوسه، وهتاخدوا عليها المشروب. كل ده بكام بقى؟ ب 2 دينار بس، ب 2 دينار بس. كشري ميديم وعليه اي نوع محاشي، سواء كان باذنجان، كوسه، فلفل. مش عارف اعمل معاك ايه. بس شفت حلاوه احلى من كده؟ لا العرض بتاع الكشري الميديم ده من يوم الحد للخميس من الساعه 4 للساعه 6، وهم مسميين ده هنا الهابي اورز. الهابي اورز احسن من الاورز. طبعا الهابي اورز بتاع اسامه على طول شغال، على طول. فين بقى؟ فين بقى؟ فين؟ هي طبيعي جدا. في تقريبا 2 3 بياكلوا معاه جوه. كوجي كشري بيلعبوا على تقيل، انت هتقف مخصوص تتصور قبل ما تطلب. وموقعهم في مدينة حمد كرزكان، وتحديدا شارع 26. باختصار، وانت رايح او جاي من الطريق ده لازم هتعدي عليه. بس انا جاي لك بعرضين. العرض الاول من الاحد للخميس من الساعه 4 للساعه 6، هتطلب وجبه كشري ميديم، هتاخد عليها اي نوع من المحاشي وعليهم المشروب بدولارين بس، ودي بنسميها الهابي اورز. والله. والعرض الثاني خطير، اشتري اي حجم كشري وخد الثاني مجان. شفت حلاوه احلى من كده؟ لا، هنا هتلاقي الطعم المصري الاصيل بس باجواء مختلفة. دوس بنزين وتعالى بسرعه. استنى انا هجيب حاجه بس. هجيب حاجه الاكل ثواني. جوالي ليه؟ ايوه ماشي، هناكل ونروح هناك نحل. احنا دلوقتي بناكل، هنروح فين بعدها؟ ده من الشوكولاته. ايه؟ خد دي.